السلام عليكم، اخباركم ايه؟ بصوا النهارده هنعمل وصفه سهله جدا جدا، وهي جلاش طاسه او الفطير السريع. بسيطه وسهله، كمان مش مكلفه عشان بنعملها بالجلاش وطعمها بجد حلو جدا. احنا هنعمل النهارده ان شاء الله في الفيديو حشوتين: حشوه فراخ بالفلفل الالوان، وكمان حشوه سبانخ بالجبنه. طعمها حلو جدا جدا. بصوا من بره بتكون مقرمشه قوي، ومن جوه بتكون طريه. وطبعا تقدري تغيري الحشوه زي ما انت عايزه، ممكن كمان نعملها محشيه كاستر او مهلبيه او شوكولاته، ونسقيها شويه لبن او سكر بودره، يعني تقدري تعملي فيها اللي انت عايزاه. سمي بسم الله ونشوف مقادير حشوه الفراخ الاول ايه. معايا طاسه على النار فيها شويه زيت، ممكن تحطي مكعب زبده لو حابه. هننزل بصدرين فراخ، يعني شريحتين صدور فراخ متقطعه صغير في الزيت، ونبتدي نقلبها. هزود كمان شويه توم بودره وشويه بصل بودره، ونزود شوية زعتر، وممكن تستغنوا عن الزعتر بريحان او روزماري، مفيش مشكلة. اللي انتوا بتحبوه حطوه في الوصفة دي. هنزل بقى بشوية فلفل اسود وشوية ملح، وهنحط كمان شوية بابريكا. والبهارات دي اختياري، ممكن تشيلي او تحطي البهارات اللي انتي بتحبيها. نديهم كده تقلبتين على النار، طبعا مش هتطول لان اصلا الفراخ متقطعه صغير قوي. ننزل بقى بشويه فلفل الوان، وممكن تحطي فلفل اخضر لو ما عندكيش فلفل الوان، او فلفل حامي برضو هيكون طعمه حلو جدا. تقلبتين على النار. الحشوه دي سريعه جدا جدا، ما بتاخدش وقت. يعني بسيطه قوي وسهله، وطعمها كمان حلو قوي. كده استوت عندي وزي الفل. تعالوا كمان نجهز حشوه السبانخ بالجبنه. معايا شويه زبده وشويه زيت، وبرده الطاسه سخنه عندي على النار، هقلبهم مع بعض زي ما انتم شايفين. اول ما الزبده عندي تسيح، هنزل بفص توم او فصين توم مفرومين، وابتدي اقلبهم لمده يعني اقل من دقيقه. وبعد كده هنزل بسبانخ. لو انت طبعا عندك سبانخ فريش هتبقى احلى. نقلبهم على النار لحد ما تبتدي السبانخ ما يكونش فيها اي ميه. نديها رشه ملح ورشه فلفل اسود، وممكن كمان تزودي رشه كمون لو حابه. هنقلبها على النار لحد ما تنشف خالص، ما يكونش فيه ولا نقطه ميه زي ما انتم شايفين كده. هزود بقى معلقتين جبنه. انا استخدمت جبنه اللي هي الجبنه الكوبايات، ممكن تستخدمي جبنه قريش او جبنه يعني جبنه ملح خفيف. اي نوع جبنه عندك بيكون طعمها حلو جدا. كده تمام. انا جاهز عندي حشوه السبانخ بالجبنه، وحشوه كمان الفراخ. حشوه السبانخ بالجبنه دي كمان تبقى حلوه جدا في السمبوسه واي فطاير انت عايزه تعمليها. وادي حشوه الفراخ جاهزه، ومعايا كمان جبنه موتزاريلا، وممكن تحطي جبنه رومي او جبنه تشيدر، يعني اللي موجوده عندك. بس انا بصراحه بفضل الموتزاريلا في الوصفه دي عشان تمط كده معايا وانا بقطع. ومعايا برضو سمنه على زيت، وممكن تحطي زبده على زيت اختياري. هاخد اول ورق الجلاش وابتدي ادهنها بالماده الدهنيه بتاعتي، واحط كمان ورقه فوقيها، واعمل نفس الخطوه ان انا ادهن. ضروري ادهن بين الطبقات عشان لما تيجي تستوي ملاقيش ان القلب بتاعها عجين. هنحشي اول واحده بالفراخ. هحط الاول بس شويه موتزاريلا، وبعدين احط فوقيها حشوه الفراخ. شوفوا قد ايه سهله وبسيطه، يعني ما خدتش وقت. احط برده شويه موتزاريلا فوق وشويه موتزاريلا تحت، والحشو في النص وبس. هبتدي اقفل بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وضروري كل تطبيقه بطبقها ببتدي ادهن شويه من السمنه والزيت اللي انا مسيحاهم عندي. هقفل كده الجنب اليمين وادهنه شويه، وبعدين اقفل الجنب الشمال بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. نعمل بقى السبانخ. والسبانخ انا حشيتها بطريقه مختلفه شويه، خليت الحشو في النص وفيه ورقه فوق ورقه تحت. ده حطيت ورقه واحده شويه جبنه حشوه السبانخ، وشويه جبنه كمان، وحطيت ورقه فوقيها. بس انا بصراحه بفضل الطريقه الاولى، يعني افضل من دي، بس برضو حبيت اوريكم الطريقتين. نفس الطريقه هندهن برضو سمنه وزيت، ونقفل بنفس الشكل. معايا بقى طاسه سخنه على النار، هندهنها شويه من الماده الدهنيه دي. النار تكون وسط، ما تكونش عاليه قوي. وهنزل الفطيره بتاعتي على الوش اللي انا قافله منه عشان يقفل معايا على طول. كل فطيره مش هتاخد اكتر من 3 ل 4 دقايق. كل حاجه عندي مستويه، انا عايزه بس ورقه الجلاش تتقرمش معايا، والجبنه كمان عندي جوه تسيح. كل وش هياخد حوالي من دقيقه لدقيقه ونص.
سهلة جدا وسريعة، تنفع معانا يعني الفطار، لنقنقة كده في وسط اليوم، ومش مكلفة كمان، وتقدري تعملي اي حشو انت عايزاه. شفتوا قد ايه الوصفه سهله وبسيطه؟ ان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. يعني سهله جدا، قصدت ان انا اوريكم ان هي بسيطه وما فيهاش اي حاجه صعبه. شايفين الجبنه بتمط ازاي وحلوه جوه؟ ما تنسوش تتابعونا بقى دايما على مطبخ توته مراد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش لايك وشير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.